الاساس في تغذيه الخيل ان انت تهتم بمكونات المواد العلف الداخله في تغذيه الخيل. العنصر الاساسي او الفعال في تغذيه الخيل هو الالياف. بنلاقي ان الالياف دي طبعا ليها مصادر، من اهم المصادر بتاعتها يا اما ان انت بتستخدم ماده علف خضراء، وافضل طبعا مواد العلف الخضراء اللي تستخدمها في تغذيه الخيل هي البرسيم، او ان انت بتستخدم الدريس، وافضل ماده دريس اللي هو الدريس الحجازي، زي الدريس الحجازي اللي موجود عند شركه جرين. شركة جرين جلوب فيها أفضل أنواع الدريس الحجازي. إزاي تختار الدريس الحجازي؟ الدريس الحجازي ليه مواصفات ومش هتلاقيها في كل الأماكن، ولكن هتلاقيها موجودة عند شركة جرين جلوب. مواصفات الدريس الحجازي الجيد إن هو يكون لونه أخضر، ما يكونش لا بني ولا أسود ولا محروق. نسبة الرطوبة فيه تكون تتراوح من 10 ل 15%، ما تزيدش عن كده. وبالتالي ما يكونش فيه ما يكونش ريحته وحشه، ما يكونش فيه تراب، ما يكونش نامي عليه فطريات او اعفان، وكمان يكون موجود فيه نسبه عاليه من الاوراق، ما يكونش عيدان بس عشان هنا بيبقى قيمته الغذائيه اقل، ما يكونش فيه حشائش ولا اتربه بنسبه كبيره، يعني نسبه الحشائش فيه ما تزيدش عن 3 ل 5%. طيب ده بالنسبه للدريس اللي هو بيبقى مصدر للكالسيوم، مصدر للبروتين، ومصدر للالياف المهمه او الاساسيه في تغذيه الخيل عشان حركه الامعاء وتنشيط افراز حمض المعده. فبالتالي لما ادي ماده علف فيها الياف منتظمه والياف بجوده عاليه، هنا هيبقى في تدرج في افراز حامض المعده او حامض الهيدروكلوريك، وبالتالي ما يحصلش قرح او ما يحصلش مشاكل في المعده بتاعه الخيل. الفيديو الكامل على قناتنا على يوتيوب جرين جلوب، شريكك الموثوق في الأعلاف والتغذية.